حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا يا رب. جاي اتكلم معاكم. الزبالة يا جماعة طلعت بتتحسد. تخيل انت تبقى يعني مطلع كيس الزبالة بتاعك بره، ايا كان بقى، رميه بقى في السلة بتاعت الزبالة اللي قريبة جنب بيتك، الزبال بيجي ياخدها ايا كان. فالناس مجرد بس ما تشوفك مثلا ماسك الكيس، تقول ايه ده؟ ايه ده؟ اكياس حلويات، شيبسي، بسكوت، علب حلويات مثلا، جاتو، تورته مثلا، وهكذا. تمام. ازاز الحاجه الساقعه. فتخيلوا ان انت يعني انت بتتحسد على الحاجات دي، اللي هي الاكياس الفاضيه والعلب الفاضيه. ده خير ربنا اداه لاهل البيت اللي خرجت منه مثلا الزباله دي. طيب، ما بالنا احنا الزباله بتتحسد، ما بالك بقى الشخص نفسه اللي بيلبس حلو، مثلا اللي ربنا رزقه مثلا بست محترمه، او اولاد ما شاء الله صالحين، او مثلا عنده شقته حلوه، ذوقه حلو في الشقه مثلا. هي ممكن تبقى صغيره بس هو ذوقه حلو قوي وعالي، هو ومراته، فمخلينها بشكل حلو قوي وصارفين مثلا عليها. او مثلا شقه اكبر مثلا وبرده ديكورها متكلف حلو كده. ف ففي حاجات، يعني الزباله بتتحسد والناس نفسها يعني برضو بيتحسدوا. مستوعبين الموضوع؟ يعني انا بشوف فيديوهات، يعني انا عن نفسي شفت واحده على الفيسبوك، تيجي يا جماعه ازاي هنظبط الحاجات مثلا الادراج في المطبخ مثلا، للكورن فليكس مثلا، مش عارفه للحاجات المقرمشات كذا نوع، الحاجات اللي هي الناتس مثلا. ولو شفتوا ما شاء الله ديكور البيت حلو جدا، ومش بيت عادي، هو تقريبا هي فيلا. تمام. فتخيل انت بقى حد عينيه مش حلوه دخل اتفرج على الفيديو من فيديوهات البنت دي هيحصل لها ايه؟ كم الكوارث اللي هتحصل في حياتها. خد بقى على كل ده. ممكن خناقات، مشاكل كمان بينها وبين جوزها، وناس اللي بتصور بقى كل الحاجات اللي بتحصل ما بينها وما بين جوزها وخطيبها، وبصوا عملنا ايه وبصوا. فياريت ان احنا حياتنا ما تبقاش يعني على المشاع كده للناس على طول. عايز تعمل وتاخد ريتش وتخلي الناس تشوفك وفيديوهات وكده حلو، بس حاول ان انت برضو ما تسلطش الضوء قوي على الايه، ان انت تبين الحاجات اللي عندك قوي قوي طول الوقت. لان في ناس بيبقى قصدها انها تحسد، هي فعلا حاسداك، وفي ناس غصب عنها هي برضو بتحسد. بمنتهى البساطة احنا هنرقي نفسنا، نقرا سورة الفاتحة عادي، ونرقي نفسنا من وقت للتاني، نشغل سورة البقرة في البيت، في العربية، في المواصلات، نحطها في الهاند فري في ودنا، نسمع طول الوقت قرآن. في نفس الوقت ما نخليش حياتنا على المشاعر كده، يعني مراعاة برضو لنفسية ناس كتير ما عندهاش الإمكانية دي يا جماعة. شكرا.